اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم الناس الكل على قناتي فاطمدين. اليوم باش نشارك معكم وصفة سهلة بنينة فيها الخضرة وفي نفس الوقت فيها اللحم مفروم. باش نطيب لهنا مرقة متاع كعابر بالبتنجان. لهنا خذيت كعبتين بتنجان ملي قمت الصباح نظفت الفريجيدير وقلت نجبد الكعبتين هذوكم نشويهم، نحط شويه زيت في المقله كما تراو هكايا نقطه زيت باش الكعبه ما تجينيش شايحه وتبدا تريا يتاكل حتى مشوي هكايا بنين على الاخر فوق ورشه ملح. انا باش نعملو في وسط المرقه. شويتهم وحطيتهم على جنب، قلت نطيبهم في الطاجين، حطيت قهوتي بحذايا نشرب فيها، من بعد قلت برا نطيب بهم المرقه اللي قلت لكم عليها ونطيبها في الطاجين المغربي. حطيت تحته الطاجين نتاع الملاوي نطيبوا فيه احنا الحديد هذاك باش يسخن الطاجين ويطيب يوزع لي السخانه على الطاجين الكل، في نفس الوقت باش ما تحرقليش الماكله وما تشدليش. نحطه تحته لا تتحرق لي ويسخن بكله، في معناتها ما تجيش في الوسط بركه يطيب لك الجناب كلها تدور لها السخانه. حطيت فيه شويه زيت وحطيته يسخن على نار هاديه، تحطوه يسخن والتطيب يكون على نار ضعيفه على الاخر. حطيت شويه زيت قرين فلفل هكايا شايح باش يسيب لي اكل مطعم في الزيت. وبالماكينه هذيك عملت كعبتين بصل كما تراو هكا جاو جويدين على الاخر. الماكينه هذه راهي روعه في القصان، جربتها في رمضان راهي رحمه. حطيت كيف من بعد فيها الثوم، وبالنسبه للحم مفروم هذاك برشت فيه 3 سنون ثوم. حبيت نوريكم راهو حتى الثوم تعمل كل شيء، نعمل بها حتى الحشو قراعس في النار اي حاجه راهي رحمه. لهنا سوتيت البصل نتاعي بالكدا وباش ناخذ نفوح اللحم مفروم كما قلت لكم. حطيت فيه الثوم اول حاجه، لهنا حطيت له تقريبا مقدار مغرفه كبيره زيت زيتونه، وباش نفوحو تابل وكرويه كركم ملح فلفل زينه وفلفل اكحل وربع مغرفه صغيره سكنجبيل. ربع مغرفه راه مش برشا، انا يعجبني سكنجبيل في اللحم مفروم جربته برشا مرات. ولهنا ما تنساوش تعملوا النعناع الشايح راهو يبنن على الاخر اللحم مفروم، انا نسيت ما عملتوش. حطيت لهنا مغرفه صغيره زاده هريسه عربي في الاخر بالكل. فوحت اللحم نتاعي بالكدا عجنته وباش نشكله بالطريقه ذي. عملت الفيديو هذا في فيديو معاه برشا وصفات، عملته كعابر ولفيتهم بالبتنجان. الفيديو هذاك معناتها ماهوش وحده، ما عملتش فيه الوصفه هذه وحده ما بينش، لاني حبيت نعملها لكم بالديتاي. واللحم مفروم ما عملتوش معناتها كعابر، عملته بالشكل هذا كي تروليه على البتنجان يجي على الطرف كامله. باش نحطه بالطريقه هذه. اذا كان البتنجان عندكم قصيره الكعبه معناتها مكركبه كي قصيره، اعملوا كعبتين كما وريتكم في الفيديو، كعبتين فوق بعضهم هكايا وروليوهم. والا اذا كنت طويله كما هكا تحطوا وتروليوها، تحطوا على البارتي هذيك اللوطانيه في وسط الطنجره وفي وسط الطاجين نتاعك. اذا كان ما عندكش كردون ولا ما تحبش تعملهم بالكردون، انا المره اللي فاتت ما عملتهمش بالكردون لكن ما يتحركوش، ملزمكمش تحركوهم في الطنجره. المره هذه شديتهم بالكردون. اللحم مفروم اللي بقالي عملته كعابر، بما انه تعرفوا الصغار الكثرين ما يحبوش الخضره، دون قلت نعمل لنا نحنا بالبتنجان وهما نعملهم كعابر كها ونطيبهم في نفس الصوص. لهنا صبيت الطماطم هذه عندي كعب مرحيه، صبيتها ماشي في بالي خفيفه خاطر طماطم كعب ديما تبدا خفيفه في الصوص. ظهرت لي ياسر عقده اول مره نجربها الدبوزه هذيك. انتم تحطوا الطماطم اللي مسازين طيبوا فيها، تنجموا تحطوا طماطم كونسونطري مغرفه، والا تحطوا معناتها تعملوا صوص اللي تحبوها خاطره كيما تحبوا انتم، والا طماطم اللي كيد انا مساسه نعمل فيها نهارتها وفات لي قلت نعمل حتى بالطماطم هذيا. فوحتها فلفل اكحل كركم فلفل زينه تابل وكرويه وملح، حطيت لها شويه ماء وخليتها تطيب شويه الطماطم على روحها. ولهنا الماعون انا بطبيعتي اللي يتيح نغسله كي نبدا نطيب ولا حاجه، الماعون اللي يتيح نغسله. الماكينه نحط فيها الاكثريه بعد الفطور وبعد العشاء، نخدمها كسوسوا في الليل، والا اذا كان ناقصه نكمل نحط فيها كيسين القهوه الصباح ونخدمها. سينا نخدمها في الليل وفطور معناتها الصباح الكيسين نغسلهم وحدهم. كملت غسلت معناتها الماعون بحذايا
وقلت برا خليني نقص سلطة، جبت كعبات طماطم وقلت خليني نقص سلطة بحذايا. لهنا المرقة متاعي لقيتها نقصت شوية ماء، حط شوية. بالنسبة للطاجين هذا راهو ما يجيش فيه برشا الماء، خاطر هو يتيب عبارة في الفابور، كي تغطيه يسيب الماء، خاصة كي تحط بصل ولا تحط خضرة راهي تسيب الماء برشا، معناتها متكثرولوش الماء. شفتوه ماهوش غارق. رصفتهم بالطريقة هذه كما تراو، تنجموا ترصفهم واقفين ولا هكا بالطريقة هذه. المهم اعملوا حسابكم بعد راهم ماكمش باش تحركوهم، معناتها باش يجيبوا كسوا من الفوق والا من اللوطة. لهنا عندي كعيبات بصل صغيرين بالكل. اكل البصل هذاك يقولوا الربعي بنين بنين على الاخر، نحبه انا في المرقه ولا في الكسكسي، خاصه في المرق نرميه ولا في قناويه ولا حاجه. قلت خليني نحطهم هكا في الجناب. غطيت عليه النار تكون ناقصه على الاخر، تقريبا خذالي وقت تطيب ساعتين. باش نقص شويه سلطه ليتو، فقوس، طماطم اللي عندي تحطوا فيها اللي تحبوا سلطه. نقص فيها لهنا شطر زاد كعبه بصل، البصله كبيره ظهرت لي، وباش نحطها على جنب. ما نفوحها كاين وقت يجي باش نفطروا منها والا باش نتعشوا منها، وقت نحط لها الفحم تاعها. كما قلت لكم تنجموا تزيدوا فيها اللي تحبوا. شوفوا لهنا كيفاش البصل سيب الماء، البتنجان كيف سيب الماء. شوفوا ما حطيتش برشا، راهو المره الاولى شويه بركه ماء. تقريبا طاب كل شيء لهنا. باش نحرك هكا شويه البتنجان، نحركه هكا ما نقلبوش معناتها، ونزيدوا ربع ساعه لهنا. شوفوا بعد ما زدت ربع ساعه تقريبا الكل في الكل ساعتين وقت، كل شيء طاب. المرقه قررت لي الزيت متاعها كما تراو، جيت نودكم ومنشهيكم. طفيت عليها الغاز، عملت لها رشه فلفل اكحل وحطيت قرين فلفل اخضر. لهنا راهو الغاز طافي، شفتوها كيفاش باقي تبقبق خاطر شاده السخانه. الغاز طافي. بالنسبه لك اذا كنت تحب المرقه تقعد كيما هكاك بعدها على الغاز. اذا كنت تحبها تزيد تنقص وتشيح تولي لك معناتها كيما الصوص نتاع المحشي. احنا كي نعملوا فلفل محشي ولا حاجه الصوص نتاعو ما تكونش معناتها جاريه، تكون عاقده. خليها على الغاز. تو نوريكم كيفاش من بعد كي قدمتها. في وقت التقديم تقريبا قدمتها بعد ساعه هكاك. شوفوا كيفاش شاحت الصوص. جيت نودكم ومنشهيكم. بنينه بنينه، خاصه البتنجان بالطريقه ذي راهو بنين على الاخر. جربوها وتفكروني. وتوا ما بقالي كان باش نقولكم، اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني بلايكاتكم وكومنتاراتكم، ونتقابلوا في فيديو اخر ان شاء الله.